إذاعة الشخصية من تونس. لقاء الأصدقاء، برنامج للتعارف وربط علاقات صداقة وتفاهم. إعداد وتقديم صادق العارضي، مراسل إذاعة الشخصية من تونس بالعراق. بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، أتقدم بالتهنئة إلى جميع الأخوة والأخوات، سائلا المولى العلي القدير أن يجعله عاما سعيدا ومباركا علينا وعليكم وعلى أمة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مليئا بالأفراح والمسرات، آمين يا رب العالمين. فكل عام وأنتم بخير وعافية. مستمعين مستمعاتنا، ألتقيكم وهذه الحلقة ومحور البرنامج ماذا يعني لك العام الميلادي الجديد. كذلك أبادلك التهنئة وأبارك لك أخي أسعد الخالدي بهذا العام الميلادي الجديد، سائلا المولى العلي القدير أن يجعله علينا وعليكم وعلى من يسمع صوتنا عاما مباركا إن شاء الله. وكذلك أمسي عليك بالخير والعافية. مساء الخير عليك أخي وصديقي الصادق العارضي، وكل عام أنت وإذاعتنا صفا قصية بكادرها وجميع مستمعينا بألف ألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. السلام عليكم مستمعين الكرام. نستقبل سنة جديدة تحمل معها آمالا جديدة بمستقبل باسم يملأه النجاح والتقدم، وأيام آتية ترفرف بتفاؤل وإصرار تطوي كل ما خلفها من ألام وأحزان وفشل، فننظر لها بعين مشرقة متفائلة متلألئة بأن الآتي أجمل بإذن الله سبحانه وتعالى. تبدأ سنة جديدة ولا نريد رسائل قديمة، نريد كل شيء جديد نتفاءل فيه بسنة سعيدة فيها الخير والأمن والأمان على شعوبنا العربية والإسلامية، فيها السلام على العالم كله. كل عام والخير دربك صديقي المستمع، صديقتي المستمعة، كل عام والبسمة دوما ما تفارق شفاك، وجنة ربي سكناك. كل عام وفريق برنامج لقاء الأصدقاء مجتمع على الحب والوفاء وعلى الخير والعمل الهادف النبيل والصالح. كل عام والجميع بخير. رضا سالم صامت. كل عام وانتم طيبين، كل عام وانتم في سرور، كل عام ومن العايدين يا أجمل وأغلى حضور، يا أجمل وأغلى حضور، يا أجمل وأغلى حضور، يا أجمل وأغلى حضور. أخي أسعد، أود أن أتقدم بالشكر الجزيل لكل الأصدقاء على تلبيتهم لمحور البرنامج وهذه المشاركات الرائعة. ولكن قبل أن نعرج على ما وصلنا،
نذهب معك ومع مستمعينا وهذه المقدمة لمحور برنامجنا مع زميلتنا وأختنا نادية عبد. كل عام وانتم طيبين، كل عام وانتم في سرور، كل عام ومن العايدين يا أجمل وأغلى حضور، يا أجمل وأغلى حضور، يا أجمل وأغلى حضور، يا أجمل وأغلى حضور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فقرة برنامجكم لهذا اليوم، نسيم الأرواح. ذلك النسيم الذي حمل الكثير من الأماني لتلك الأرواح التي عاشت على رضا ربها. فعام يرحل ويأتي عام وهي تعمر أنفاسها بالقرب من الله. فما أن جاء العام الجديد إلا وجدت هذه الأرواح تستعد للقرب من خالقها، تستعد نحو القرب والرضا من ربها. فما يعني لها هذا العام شيئا إن لم يكن مع الله ومع الذين يقربونها من الله سبحانه وتعالى. فنسيمنا يختلف، جاء مع حلول هذه السنة، وفيه ذلك الطيب الذي يقدح من الأرواح ويسكن فيها طيب المحبة، طيب الأمان، طيب الدعاء. ليس لي أنا فقط، بل أصبح هذا النسيم يمر على أرواحنا ويذهب إلى أرواح أخرى غابت عنا، لكن لم تغب عن نسيم أرواحهم، ولم يغب نسيم أرواحهم عنا. فهم ذكرى وهم شمعة متقدة في كل عام معنا. إذا نسيم الأرواح يحمل كل التحايا وكل الدعاء بأن يكون عامكم عامرا، ما دامت أرواحكم عامرة بذكر الله وبنسيم عطر القرب منه. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لزميلتنا وأختنا الفاضلة نادية عبد على هذا النسيم العطر. طيب الله أنفاسها وجزاها الله خيرا. نعود معكم أحبتي ومع مشاركاتكم، ومنها لمستمعنا الكريم الأخ هادي النصراوي من العراق يقول فيها: مع إطلالة العام الجديد ليس أجمل من أن تكون نوافذ البيت مشرعة للعصافير والأنهار والغابات. ليس أجمل من أن نحلم بتغيير العالم. ليس أجمل من أن نتقاسم مع كعكة الحلوى اللذيذة بعضنا من الحلم بغد أكثر إشراقا وصباحات أكثر طراوة وحياة بلا ضفاف، وفي انتظار أن تتحقق أمانينا ويعم الخير والأمن والأمان والعدل بين أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. فكل عام وأنتم بخير. مستمعنا الكريم وأخينا الفاضل هادي النصراوي، شكرا لك ولمشاركتك، وأيضا نبادلك التهنئة، فكل عام وأنت بخير. ومن العراق إلى تونس الخضراء، ومشاركة لمستمعتنا سوسن الماجري وصلتنا عبر البريد الإلكتروني، تقول فيها: ماذا يعني لك العام الميلادي الجديد؟ كل عام وأنتم بألف ألف خير. أهديكم كلمات القليلة في محوركم الشيق. عام جديد لا نعلم خفاياه، ولكننا نعرف من دبره ونثق به. يا رب اكتب لنا فيه الخير ولجميع المسلمين في بقاع الأرض، آمين رب العالمين. مستمعتنا الكريمة سوسن الماجري من تونس الخضراء، شكرا لمشاركتك معنا. أيضا من البريد الإلكتروني أخي أسعد، وصلتنا هذه المشاركة لمحور البرنامج من مستمعتنا نور الغزي من العراق، تقول فيها: لنجعل العام الجديد بابا للصلح مع أنفسنا، فالبعض متألم مجروح أو حزين. لنجعل القادم يمحو ما مضى ونمزق أي صفحة أزعجتنا في العام السابق. أتمنى لكم جميعا عاما سعيدا وسنة ملؤها الفرح والابتسامة، سنة تحققون بها ما لم تستطيعوا تحقيقه في السنوات الماضية، وسنة خير وسلام لكل وطننا العربي
كل عام والفرحة تملأ قلوبكم والسعادة تغمر بيوتكم. كل عام وأنتم أصدقائي. نور الغزي من العراق، شكرا لك لهذه المداخلة الجميلة، وأيضا نقول لك كل عام وأنت بألف ألف خير. ومن العراق أيضا شاركتنا بمحور البرنامج مستمعتنا الكريمة نور العين من العراق، وعبر صفحة البرنامج على الفيسبوك مساهمة تقول فيها: أولا أتقدم بأسماء آيات التهاني والتبريك لإذاعتنا الصفاقسية وجميع كادرها، وكذلك لكادر البرنامج ولجميع المستمعين. أما مشاركتي ستكون همسة أرجو أن تنال رضاكم. بين صيف مغادر وشتاء آت، وبين عام مغادر وعام أشرف على المجيء، تتلاشى الكثير من الأمور في حياتنا، تتجدد أفكار وتنولد أحلام وتتبدل قلوب، يغير الله الأحوال من حال إلى حال، ويحدث الكثير مما لا يخطر بالبال، لكن تبقى نافذة الأمل مفتوحة بقلوبنا ليكون عامنا أفضل من السابق. فيا ربي بشرنا بما يسرنا، وادفع عنا ما يرنا، وغير أحوالنا إلى أحسن حال، آمين رب العالمين. كذلك نتمنى لك أختنا نور العين عام بأحسن حال إن شاء الله، وشكرا لكلماتك الرائعة ومشاركتك معنا. نعم أخي أسعد، نيابة عن كادر الإذاعة الصفاقسية ومني ومنك نقول لمستمعتنا نور العين كل عام وأنت بألف خير. ما رأيك أخي أسعد الخالدي لو ننتقل معك ومع مستمعينا وفقرة البرنامج تهاني بأصواتكم؟ كل عام وانتم طيبين، كل عام وانتم في سرور، كل عام ومن العايدين يا أجمل وأغلى حضور، يا أجمل وأغلى حضور، يا أجمل وأغلى حضور، يا أجمل وأغلى حضور. السلام عليكم. بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، أتقدم بالتهاني والتبريكات للأخوة الأكارم في الإذاعة الصفاقسية، وأخص بالذكر كادر برنامج لقاء الأصدقاء، الأخ صادق العارضي، والأخ أسعد الخالدي، والأخ عبد القادر الخزاعي، وجميع المستمعين. أسأل الله أن تكون سنة خير وبركة على الجميع، حافلة بالأفراح والمسرات وتحقيق الأمنيات. أختكم آمنت بالحسين من العراق. كل عام وانتم طيبين، كل عام وانتم في سرور، كل عام ومن العايدين يا أجمل وأغلى حضور، يا أجمل وأغلى حضور، يا أجمل وأغلى حضور، يا أجمل وأغلى حضور. بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2017، أقدم أزكى التهاني وأعطر التبريكات للأمة الإسلامية جمعاء، ولكل العاملين بإذاعتنا الصفاقسية المباركة، وبالخصوص للأستاذ الفاضل رضا الصامت، لا سيما المستمعين والمستمعات جميعا، سائلا المولى عز وجل أن يمن على جميع بلاد الإسلام والمسلمين بالأمن والأمان والطمأنينة، وأن يجعل هذا العام عام خير وبركة وازدهار، إنه سميع الدعاء. عبد القادر الخزاعي من العراق. كل عام وانتم طيبين، كل عام وانتم في سرور، كل عام ومن العايدين يا أجمل وأغلى حضور، يا أجمل وأغلى حضور، يا أجمل وأغلى حضور، يا أجمل وأغلى حضور. أتقدم بأحر التهاني والتبريكات بحلول عام الميلاد الجديد سنة 2017 لجميع كوادر إذاعة الصفاقسية التونسية، وللأخ رضا الصامت، والأخ والصديق صادق العارضي، وكل الأصدقاء والصديقات المساهمين في برنامج لقاء الأصدقاء. أعاده الله علينا وعليكم باليمن والبركة والأمن والآمان، وإن شاء الله يكون عام مبارك مليء بالخيرات والمسرات وتحقيق الأمان لنا جميعا، فكل عام وأنتم بألف خير. صديقتكم وأختكم نهلة خليفة من تونس الخضراء. كل عام وانتم طيبين، كل عام وانتم في سرور، كل عام ومن العايدين يا أجمل وأغلى حضور، يا أجمل وأغلى حضور، يا أجمل وأغلى حضور، يا أجمل وأغلى حضور. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية إعزاز وإجلال وتقدير وعرفان إلى إذاعتنا المفضلة، إذاعة الصفاقسية التونسية من أرض الكنانة مصر. تحية حب ممزوجة بالدفء في ظل هذا الجو البارد ووسط سقوط الأمطار الشتوية الغزيرة، ولكن دفء المشاعر أقوى من أي برد ومن أي أمطار. ودفء المشاعر هذه يأتي من حبنا في إذاعة الصفاقسية التي ببرامجها التي تبثها على مدار اليوم تضفي البهجة والسرور والسعادة وتشعر كل أفراد العائلة بالدفء. ويسرني ويسعدني ويطيب لي كثيرا أن أتحدث إليكم مع بداية عام ميلادي جديد هو عام 2017، والذي أتمنى من الله عز وجل أن يعم الخير والرخاء على وطننا العربي عامة وعلى مصرنا العزيزة وتونسنا الغالية. الشكر موصول إلى إذاعتكم التي تقوم بتوطيد أواصر الصداقة والمحبة والتعاون بين مستمعي الوطن العربي، والتي يوما بعد يوم تزداد نجاح وتألق. وأطلب من الله عز وجل أن يمدكم من فضله بالصحة والعافية، وأن يكون العام الجديد عام سعيد على العالم أجمع وعلى الوطن العربي كله. وتحياتي وسلامي لجميع العاملين بإذاعة الصفاقسية التونسية عامة، والأستاذ رضا الصامت النمر التونسي وبرنامج لقاء الأصدقاء خاصة، وإلى أستاذي الفاضل صادق العارضي الذي أتمنى له دوام التوفيق والصحة والسعادة وإلى الأمام دائما، والله الموفق. ودمتم في رعاية الله وحفظه، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم المستمع عبد المنعم عبد القادر حسن عبد القادر، جمهورية مصر العربية، محافظة المنوفية، مركز بركة السبع، قرية الشهيد فكري. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بمناسبة حلول العام الجديد عام 2017 أتقدم بالتهاني إلى كل العاملين في إذاعتنا الحبيبة إذاعة الصفاقسية التونسية، وإلى جميع المستمعين الكرام في الوطن العربي والإسلامي. وأتمنى من الله عز وجل أن يكون العام الجديد عاما يسود فيه السلم والسلام على الأمة العربية والإسلامية، وأن تستمر إذاعة الصفاقسية التونسية في تقديم أجمل وأفضل برامجها التي نستمع إليها برنامج تلو الآخر على مدار الأسبوع. ومجددا بارك الله فيكم على ما تقدموه لنا من برامج رائعة بمعنى الكلمة، وكل عام وأنتم بألف خير. المستمعة ندى محمد عبد القادر عيد من مصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصدقائي الأعزاء عشاق إذاعة الصفاقسية التونسية الحبيبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لكم من صميم الفؤاد أعمق تحية ومحبة متأصلة في الوجدان أبعثها إليكم من أرض مصر الكنانة. كل عام وأنتم بألف خير بمناسبة قدوم عام 2017. ها هو ذا عام 2016 قد مضى، فهل جلسنا مع أنفسنا لننظر ما قدمناه لأنفسنا وللآخرين في هذا العام، وما حققنا في هذا العام من أهداف؟ أعزائي، إن تحقيق النجاح لا يأتي إلا بوضع الأهداف، ولا نستطيع أن نضع أهداف إلا بعد أن نكتبها، فما نضعه في البال ما هو إلا أماني. فالأهداف يجب أن تكتب، ولتكن أهدافكم الروحية هي أولى أهدافكم، ومن ثم الأهداف الصحية والأهداف العلمية والاقتصادية والاجتماعية، أو رتبوها كما شئتم بعد أن تضعوا الهدف الروحي هو الأول. أصدقائي الكرام مستمعي إذاعة الصفاقسية التونسية، إن الأهداف تحقق بالتسلسل، فهناك أهداف نستطيع أن نحققها يوميا، وهناك أهداف أسبوعية، وهناك أهداف شهرية، وهناك أهداف سنوية. فتحقيق الأهداف اليومية يؤدي إلى تحقيق الأهداف الأسبوعية، وهكذا إلى أن نحقق أهدافنا السنوية. وأخيرا إخوتي الكرام، إن كتابة الأهداف لا يعني النجاح، ولكن هي أول خطوة جادة في تحقيق النجاح. وفقني الله
وإياكم، وعلى ضروب الخير جمعني بكم مع فائق شكري وتقديري. اللهم عفوك عما فات وحسن تدبيرك لما هو آت، وكل عام وأنتم بخير، وعساها سنة خير عليكم وعلينا. المستمع الدائم للإذاعة الصفاقسية التونسية عبد القادر حسن عبد القادر من مصر، وشكرا. ما أهنيك ارتهني العام بيك. العام هو بشوفتك صدرا شرح، ريتك بخير وسلامة وبالأمان، وريت الفرح يمر بيك الفرح، يل صرت بلسم تداوي المر عليك، وتنوصف شوفتك للقلب انجرح، واللي يحبك يا وجه عامد جديد، واللي يحبك يا وجه عامد جديد، حتى لو كذب علي سرا فضح، العام لو مر ونسى يسلم عليك، العام لو مر ونسى يسلم عليك، هذا من كل العمر ذل وانطرح. شكرا لجميع المستمعين والمستمعات على هذه البطاقات الجميلة والتهاني الرائعة بمناسبة العام الميلادي الجديد، فأيضا نقولها لهم ولمن يسمع صوتنا كل عام وأنتم بألف ألف خير. نعود أيضا لما تبقى من مشاركات، وهي لمستمعتنا وجدان الغريب من العراق، شاركتنا عبر البريد الإلكتروني بخصوص المحور. تقول فيها: كل شخص وله أفكاره وأحلامه وطموحاته في بداية كل عام، ومن شخص لآخر تختلف تلك الأمور، فبقياس الأمور التي تعايشنا معها للأعوام الماضية فقدت الحلم والأمل في بداية كل عام أو مع بداية كل يوم، فأصبحت بالنسبة لي أعوام تنقص من عمري وأنا في ضياع، فأقول ما يعني إلي العام الميلادي القادم هو نفس الدوام التي أعيشها. طبعا من قرأ كلماتي سيقول بأني متشائمة جدا، ولكن هذا واقعنا، وكذلك لا أنسى رحمة الله تعالى التي وسعت كل شيء بأن يكون أفضل ولو بالقليل. تحية من القلب لكم ولجهودكم المتميزة، وكل عام وأنتم بألف ألف خير. مستمعتنا الفاضلة وجدان الغريب من العراق، نتأمل من الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا العام خير وأمن وأمان وعافية لكم، وأرجو أن تكون مساهماتك القادمة فيها إشراقة أمل، فإن الله سبحانه وتعالى يغير من حال إلى حال. ماذا رأيك أخي أسعد؟ إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يغير من سوء الحال إلى حسن الحال إن شاء الله. إن شاء الله. ماذا لديك بعد؟ نعم، أما مستمعنا الكريم أبو علي الكوفي من العراق شاركنا عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك، يقول فيها: في بداية الكلام أود أن أتقدم لكم بأزكى التهاني والتبريكات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، فكل عام وأنتم بألف ألف خير. أسرة إذاعتنا الصفاقسية وأسرة برنامج لقاء الأصدقاء، كل إنسان يحمل معه ذكريات حزينة أو سعيدة حدثت له في الأيام الماضية، وعودتها تمثل له الكثير، فأكيد العام الميلادي الجديد على أقل تقدير
يعني لنا الأمل والتفاؤل بحياة أفضل من التي نعيشها الآن، فهذا الأمل والتفاؤل يعطينا الصبر للتحمل على صعاب الحياة. أبو علي الكوفي من العراق، شكرا لك، وأيضا نبادلك التهاني والأماني بعام سعيد إن شاء الله تعالى. أما مستمعتنا الفاضلة أنفاس الزينبيات من العراق شاركتنا بالمحور، تقول بمشاركتها: العام الجديد الذي أقبل علينا هو عام للرجوع إلى أنفسنا وجعلها في ميزان، ونحن نسمع ذلك الحديث القدسي ولننظر من أيهم نحن. إن الله يرسل ملكا ينزل في كل ليلة فينادي: يا أبناء 20 جدوا واجتهدوا، يا أبناء 30 لا تغرنكم الحياة الدنيا، ويا أبناء 40 ما عددتم للقاء ربكم، ويا أبناء 50 أتاكم النذير، ويا أبناء 60 زرع آن حصاده. فلننظر بأبصار قلوبنا ماذا علينا وماذا بقي لنا، ليقول لكم: كل عام والسنين أمركم في طاعته وفي رضاه، وكل عام وسنتكم هذه بخير وعلى خير وفي خير. أنفاس الزينبيات مستمعتنا الفاضلة من العراق، طيب الله أنفاسك، وشكرا لهذه التذكرة الجميلة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ومستمعينا لطاعته ورضاه، آمين يا رب العالمين. ماذا تقول؟ لأنها مشاركة فعلا قيمة ورائعة. نعم، بارك الله بك. أنفاس زينبيات ذكرت هذا الكلام عن أمير المؤمنين عليه السلام، وهو يصور لنا فئات العمر وما ينبغي لكل فئة من عمل، وما ينبغي أن تتذكر في هذا الأمر التي خصته بهذه المقولة. فعلينا جميعا أن نلتفت في هذا العام الجديد لطاعة الله سبحانه وتعالى، ويعني وعمل أي شيء يرضيه عنا سبحانه وتعالى إن شاء الله، أمين يا رب العالمين، لنا ولجميع من يسمع صوتنا. تفضل، ماذا بقي لديك أخي أسعد؟ أما من تونس الخضراء ومن زميلتنا نهلة خليفة كانت هذه المداخلة: ها نحن نعيش في هذه الأيام الأخيرة من هذا العام وعلى أبواب استقبال عام ميلادي جديد، ونحن بين التوديع والاستقبال. ينبغي على كل واحد منا أن يقف وقفة مع نفسه ليحاسبها على ما مضى، ماذا صنع فيه، ماذا قدم فيه، ماذا هيئ من زاد لآخرته، ماذا كسب وماذا خسر. كما يفعل التاجر الناجح على رأس كل عام يراجع سجلاته لحساب الربح أو الخسارة، وذلك ليتفادى أسباب الخسارة وليزيد من أسباب الربح. فبهذه المناسبة علينا الاستفادة والتعلم من أخطائنا الماضية وعدم الاستسلام لها أو للفشل، فالعثرات تقوي الشخص وتقربه لله عز وجل، ولما لا تكون من محاسبة كل يوم لا كل سنة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، ونجعل غدنا خيرا من يومنا، ويحسن عاقبتنا كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اغفر لنا ما مضى واصلح لنا ما بقى. اللهم لا تدعنا في غمرة ولا تأخذنا على غرة، لا تجعلنا من الغافلين. اللهم اجعل هذا العام عام سلم وسلام وأمن وأمان لنا ولكل الأمة العربية الإسلامية، والخير والبركات، وعاد الله علينا وعليكم باليمن والبركة والصحة والعافية، فكل عام وأنتم بألف ألف خير، آمين رب العالمين. أختنا وزميلتنا نهلة خليفة، وأنت كذلك بألف ألف خير إن شاء الله، وشكرا لك. ماذا تقول أخي الصادق؟ نعم أخي أسعد الخالدي، زميلتنا نهلة خليفة أشارت أيضا إلى نقطة مهمة، وهو وهي يجب على الإنسان أن يلتفت لهذه السنوات التي تجري من عمره كجريان الماء، وكما نعلم أن الأعمار كلها بيد الله، فيجب أن نقف على كل عمل وأن نستغل هذه الأوقات في طاعته ورضاه. أيضا من المشاركات التي وصلتنا لمحور البرنامج وعبر صفحة البرنامج على الفيسبوك هي لأخينا الكريم نجاح الطيب، يقول فيها: يعني تجدد أمل وأخذ العبرة من تلك الأيام التي انطوت كطي السجل للكتب،
بكل ما فيها من دموع وابتسامات وأفراح وأحزان، لنجعلها نورا يضيء لنا الأيام القادمة حتى نفلح وننجح ونكون أهلا للتقدم بما ينفعنا في الدنيا والآخرة. وإن شاء الله يجعل لنا الله تعالى بعد خوفنا أمنا، وبعد حزننا فرحا، وبعد ضعفنا نصرا. فكل عام وأنتم بألف ألف خير. نجاح الطيب أخينا العزيز، كل عام وأنت بألف خير أيضا. شكرا لك ولهذه المداخلة الجميلة. وأيضا عبر صفحة البرنامج على الفيسبوك شاركتنا بمحور البرنامج مستمعتنا الكريمة شروق حسن الدليمي من العراق، تقول بمشاركتها: أرى العام الجديد فرصة لمراجعة ما مضى ونافذ أمل لتغيير الحال بعد اشتداد الكرب أو الضيق، ويقين بأن من هاجر لله فإن الله راده إلى معاد، ومن هجر عملا أو سلوكا أو عاد لله فإن تغيير حاله من بعدها سيكون قريبا. المهم نعلم شيئا رغم قوة الشر ومهما على سلطانهم في الأرض فلن يطفئون نور الله، وأن قوتهم ضئيلة أمام قوة رب العزة. ودعواتنا من القلب أن يكون عامنا القادم أفضل ومليء بالحب والحنان والألفة والتواصل. كل عام وأنتم بالخير كادر الإذاعة والبرنامج. ونقول لك كذلك أنت عام إن شاء الله مليء بطاعة الله ومحبة الله، وكل عام وأنت بألف ألف خير. كذلك شاركتنا مستمعتنا الفاضلة إيمان أحمد عبد السادة من العراق أيضا لمحور البرنامج، تقول بمشاركتها: العام عامان، ميلادي طريد وميلادي وليد. فالميلادي الطريد من قضى من الأيام والناس بين اثنين، باك على ذنب اقترف أو على طاعة قصر فيها ولم يعتبر. أما الوليد فعام جديد وتكليف لا تحمله الجبال، وقلوب ترتجف خفية من أن تكون عامها الوليد نسخة من عامها الطريد أو أشد. والمعتبر من اعتبر لنفسه وقاس ما سبق وشد العزم بما لحق، وجعل الدنيا أصغر همه وتسابق مع من يظن أنه هو أسبق منه لربه. عاما مقبلا ودعواتنا به لخالق الخلق وباسط الرزق أن يكون أمنا وأمانا على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعليكم طاقم الإذاعة والبرنامج. أرجو قبول مشاركتي في المحور، وكل عام وأنتم بخير. إيمان أحمد أختنا الفاضلة، شكرا لك على مشاركتك معنا، وكل عام وأنتم بألف خير إن شاء الله. أخي أسعد، طبعا مشاركات وصلتنا أيضا لأصدقائنا، لكن لضيق الوقت نكتفي بتلك المشاركات. وكذلك أحببت أن أقدم اعتذاري للزميل عبد القادر الخزاعي وزميلتنا نهلة خليفة على فقرة البرنامج اعلم وتعلم وفقرة البرنامج من أجل صحتك، لأن هذه الحلقة هي أصبحت تهاني أو خاصة بالعام الميلادي الجديد، فأرجو من مستمعينا ومن زملائنا قبول عذرنا، وإن شاء الله سيكون ترتيب آخر في حلقاتنا المقبلة. نختم بآخر مشاركة هي لشاعر البرنامج الأخوة العزيز عمار الدليمي من العراق. شاركنا بهذه المقطوعة الجميلة، يقول فيها: راح ارسم بلون الورد للجاي من عمري فرح، خلصت سنة وباكر امل يتشافى قلب اللي انجرح، راح ابتسم للناس واستقبل الجاي واعزف لحن فرحان من نعزف بناي. امنياتي يكون غدا احلى من ليل الامس، وكون كل اهل واخوت قلوبهم
الحب تنترس، وكون ديرتنا أمان، وكون ديرتنا أمان، ويرحل من الدنيا كلون الأسود، ما يظل أحزان مس باكر مكان، وكون كل الناس تنسى تعيش هسه، الدمعة خرسة، الكلمة همسة، وانشر جناحها على بلاد الأمان. عمار الدليمي شاعر البرنامج، مستمعنا العزيز، شكرا لك ولهذه الأبيات الجميلة والرائعة بالعام الميلادي الجديد. كل عام وأنتم بألف ألف خير. أخي أسعد، وصلنا إلى ختام البرنامج، ولا يسعنا ألا نقدم شكرنا وتقديرنا لجميع من شاركنا في حلقة هذا الأسبوع ومحورنا. نودعهم على أمل لقائهم إن شاء الله في الأسبوع القادم، فتقبلوا تحيات فريق العمل من إذاعة الصفاقسية التونسية، ومن الإعداد والتقديم صادق العارضي، وكذلك من شاركني التقديم. كل عام وأنتم بخير، وعام جديد إن شاء الله مليء بالحب والتسامح والغفران، وإلى اللقاء المتجدد إن شاء الله. أسعد الخالدي. أحبتي مستمعينا مستمعاتنا، نلتقيكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، ومحورنا الجديد الصداقة باب إلى الجنة. كل عام وأنتم بألف ألف خير.